لو عايز تتابع اسعار العملات والدولار ومقارنه بالعمله المحليه اللي انت فيها، سواء كنت في مصر او اي دوله، ففي تول رسميه مش محتاج ان انت تفتح اي ويب سايت خاص ببنك او تعرف سعر الدولار كام. في عندك تول مجانيه تقدر من خلالها تعرف سعر الدولار وكمان تحول للعمله بتاعتك. هنفتح ستارت وندور على الكالكوليتور بتاعتنا. مجرد ما ندوس عليها هنلاقي عندنا 3 اسهم هنا بالشمال. مجرد ما ندوس عليها هنزل تحت خالص وادور على الكونفرتر، اختار منها كرنسي. مجرد ما تدوس على كرنسي وتدوس على ابديت الريت، اول حاجه تختار العمله اللي انت عايز تحول منها، وليكن انا عايز احول الدولار. هتحول لايه؟ هختار هنا من هنا الدوله بتاعتي الايجيبت باوند. لو انت دوله تانية تختار الدوله بتاعتك والعمله بتاعتها، واقول له ابديت الريت. في اقل من ثانيه هيعمل لي ابديت ويقول لي ان انا عملت لك ابديت الساعه 47 دقيقه. ده اخر ابديت، والدولار بيساوي 30 جنيه 25 قرش. لو يكن مثلا انا عايز اعرف 5000 دولار، 5000 دولار بيعملوا 151250. طيب لو انا عايز اعرف، ممكن امسح كده. لو عايز اعرف انا معايا 8000 جنيه، 8000 جنيه بيعملوا 264 دولار. ده كان فيديو سريع ازاي اعرفك تعمل ابديت وتعرف سعر الدولار اللي موجود عندي دلوقتي. حصل له ابديت اخر حاجة دلوقتي في شكل رسمي في الموقع الرسمي للبنك المركزي. وازاي تحول من دولار لجنيه ومن جنيه لدولار. وممكن تختار اي عملة تانية، يعني في عملات مختلفة منها. ممكن تحول من اليورو من اليورو للدولار وغيره من العملات. طبعا ده بناء على اللغة والدولة اللي انت عايش فيها. مايكروسوفت بتعمل لك ابديت بشكل رسمي بناء على الويندوز بتاعك والريفرنس اللي انت محدده في الكمبيوتر بتاعك. شكرا ليكم. لو عايز تتابع فيديوهات زي دي اعمل سبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، مع السلامة.